السلام عليكم. كل شيء نوضي حضر التون المصبر. الأسابيع المقبلة سمك التون كيكون موجود في الأسواق ومتوفر بكثرة، وحتى الثمن ديالو كيطيح نسبيا. كتعرفوني عاشقة التحديات، ومع احترامي لجميع الأذواق والطرق والوصفات، ولكن هاد الوصفة كونوا على يقين ما عجبروش في حالها، لا من المدة اللي كنقدروا نحافظوا فيها على سمك التون اللي كتوصل حتى العامين أو أكثر وكيبقى لكم بنفس الطعم والجودة، ولا حتى من سهولة الطريقة والطعم. الطعم خطير. نصيحة مني ما تحضروه شي وليداتكم قدامكم، وإلا معقلكم منه حتى اللي تصبروها. ندخلوا التحدي على بركة الله. وخا صورته معكم السنة الماضية وعطيت لكم الطريقة، غنعاود نعطي لكم المقادير، وهذه المرة بالكيلوغرام الواحد، باش ما يبقى حتى وحده فيكم شي سبب باش ما تحضرش التون ديال هذا العام كله بإذن الله. إذا في طنجرة واسعة باش نعملوا كاس ونص ديال الماء العادي، ونص كاس نخلط فيه الخل مع عصير ليمونة حامضة، 2 كيسان زيت المائدة، 1 الفص ثوم، ملعقة صغيرة عامر ملح، وملعقة صغيرة اليبزار حبوب، وورقة غار واحدة. عملوا هادشي كله يغلي، وعملوا فيه شرائح التونة وشدوا لمدة ساعة كاملة على نار عالية جدا. صفيوا ديك التونه وعملوها في القريعه ديالها، واللي كيف ما قلنا يستحسن انهم يكونوا جدادين، وخليو ديك السائل كيغلي حتى يتبخروا منه السوائل. هنا انا خديت الثلثين عملته بالزيت، والثلث باش نعملوه بمطيشه. شدته وهو سخون، وكنضيف له الصلصه اللي المقادير ديالها عندكم للكيلوغرام حتى هو. الصلصه ديالنا باش نحتاجوا لها بقيله نعملوا فيها قطيره الزيت، ونعملوا فيها فص الثوم محكوك، وراس المعلقه ديال الزنجبيل طري محكوك. نشحروهم مدة دقيقة، ونضيفوا لهم 400 غرام من صلصة الطماطم المخففة اللي حضرناها مع بعضنا مؤخرا، باش نضيفوا لها ورقة غار وواحد المغرفة من ديك الزيت اللي طبخنا فيها التونة قبل ما تقلى. ما نساوش نصف ملعقة من الملح، وندوقوا زائد أو ناقص. صافي كنصب الكل على ديك التون وكنخلطو مزيان، ومن بعد ما كتقلى لنا الزيت كنعاود نزيدو واحد المغرفة. التصبير كيبغي الزويته بزياده، ديك الصحين تجيو تاكلوه. الا ما عجبتكمش كتزولوا الزويته. وشوفوا معايا النتيجه ما شاء الله، حوالي 5 كيلوغرام ديال التون. شحال عطاتني ديال مصبر التون، سواء اللي بالزيت سواء اللي بالطماطم. وهنا عملت معكم تجربه وصفتكم شفتوها معايا، ولاحظوا معايا المنتوج ديالنا كيفاش عامل تحفه بجميع المقاييس، لا من الطعم ما شاء الله، ولا من الليونه ديالو، ولا من اللون. كنظن كلشي واضح قدامكم في الصوره. انا مأكده مليار في المية ان هذه الطريقه غتعجبكم، وغادي تتبعوها، واللي هي المعتمده عندكم ان شاء الله. ما تنساوش كما العاده الصلاه على الحبيب.